أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني في الله، أحبائي في الله، اليوم بدأ أتحدث عن مشكلة يا إخوان. حقيقة يا إخوان هذه مشكلة محزنة، ألا وهي إخواني في الله بحترم الشخص المقابل حتى أعرف شو بيشتغل، ابن العشيرة الفلانية، ابن مين، شو رتبته، شو مركزه، شو هو، وعلى ضوء ذلك بقرر احترمه او لا. يا اخوان، كم في اناس في الارض مبغوضين والناس بتحتقرهم، وقديش هم عزيزين على الله، والعكس صحيح. فلذلك يا إخواني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوم من الأيام نظر لواحد من الصحابة الكرام، قال: ماذا تقولون بهذا؟ رجل فقير، ثياب رثة مهترية، ما شو رأيكم فيه؟ قالوا: هذا إذا تحدث لا يسمع له، وإذا زوج لا يزوج، وإذا يعني انتقصوا منه، يعني قالوا هم مش قصدهم يسيئوا، قال الوضع العام. فقال صلى الله عليه وسلم بعد قليل: انظروا إلى الرجل الآخر، يعني على نقيض تماما، فرجاهم رجل ثاني، رجل ثيابه غالية الثمن، مشخص مزبط حاله، ما تقولون بهذا؟ قالوا: هذا إذا زوج يزوج، وإذا تكلم يسمع له، وإذا أثنوا عليه، يعني كلام طيب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله وبالله وتالله إن هذا، عن الرجل الفقير، خير عند الله مثل السماوات والأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنت شو عند الله، أنت شو عند الله. مش المشكلة الناس غد بحطوك بالقبر، وربنا بقول لك رجعوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، وللحساب عرضوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. المهم أنت شو عند الله، أنت شو عند الله. الناس بتقسك، تتمسح فيك، بتنسى هذا. في ناس ما ضلش غير يقول لك أنا ربكم الأعلى، أقسم بالله في مسؤولين خلاص ما ضلش غير يقول لسان حاله أنا ربكم الأعلى، يا أرض الشد ما حدا قد. لا، المهم أنت شو عند الله. فلذلك يا إخوان إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا إخوان ربنا بده يشوف شو بتشتغل. فلذلك الله يعين الفقير، الله يعين الفقير. يا إخوان النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم احيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني مع المساكين يوم القيامة. هل تعلم إخواني في الله، إذا اجتمع الفقير والغني بالأجور مثل بعض قد بعض، يدخل الفقير الغني، أو الفقير يدخل الجنة قبل الغني ب500 عام، أي نصف يوم عند الله. أنت بتحب واحد بشركة الكهرباء أو يكون قبلك، والله ما بتحب، طب كيف بس يسبقك على الجنة بنص يوم؟ فلذلك يا إخوان من تواضع لله رفعه الله. اسمعوا هذا الشاعر ماذا يقول، يتحدث عن حال الفقير المسكين، يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأته يوما مقبلا نبحت عليه وكشرت أنيابها، وإذا رأت يوما غنيا مقبلا حنت إليه وحركت أذنابها. إن الغني لو تكلم بالخطأ قالوا صدقت، وصدقوا ما قاله. لا يا أخوان، ديروا بالكم، ديروا بالكم، تحتقروا حدا، ديروا بالكم، اتعاملوا مع الناس بما يرضي الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. فالله يا إخوان التواضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.